لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أصدقائي المشاهدين متتبعي بي سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من استاد نيجي نوفغراد في روسيا. نلتقيكم من خلال ثاني مواجهات المجموعة السابعة في هذا المونديال الروسي 2018 بين إنجلترا وبنما. شفنا السلام الوطني الجود سيف ذا كوين لإنجلترا، ثم النشيد الوطني لدولة بنما. أثبتت التجارب، أثبتت المنافسات أن الحماس، أن العاطفة، أن الجرينتا فقط لا تكفي في عالم المستديرة. بنما تلعب برشا روح، بنما برشا جرينتا، برشا تفوق بدني. تلاقي إنجلترا بمهارات أكبر، بخبرات البريمير ليج، بتجارب الشامبيونز ليج، وبالتالي اللقاء على الورق منذ البدايات هو في اتجاه إنجليزي من أجل منافسة على صدارة المجموعة تكون أوروبية بين إنجلترا وبلجيكا. ولكن في كرة القدم هناك مجال للمفاجأة، هناك مجال للانتظار للإثارة. فهل تصنع بنما الفارق في مباراة بطاقم تحكيم عربي؟ الحكم المصري جهاد جريشة هو حكم المباراة. مساعد الأول هو رضوان عشيق من المغرب، ومساعد ثاني السيد وليد أحمد من دولة السودان. الهولندي داني ماكلي هو حكم الفيديو المشرف على طاقم تحكيم الفيديو. والمباراة ستنطلق في لحظات هنا في استاد نوفغراد. الفريق البنمي بهدف أول في تاريخ المونديالي، هذا البلد الذي يشترك. الكرة ترجع في وسط منطقة الجزاء، مسألة الخطورة قائمة، يقاتل الفريق الإنجليزي وبنما تربح فاول. ترجع الكرة للمنتخب البنمي في هذا اللقاء. اللقاء المرتقب بالنسبة للإنجليز، أحد الأسماء المرشحة للعب دور بطولي في هذا المونديال. إنجلترا في حضورها رقم خرافية، ينشطوا في الدوري المحلي. بنما لأول مرة في المونديال ترشحت في مجموعة التصفيات على حساب الفريق الأمريكي. تمشي الكرة للفريق البنمي، إمكانية الكونتر أتاك، المرتدة السريعة، وكانت خرجت من الدور الأول بخسارة من الشيلي 4-2 ومن الآر الكاس. ترجع الكرة للفريق الإنجليزي، كرة بالراس والهدف الأول. 1-0 لإنجلترا بالراس، 1-0 بالكرة الثابتة، 1-0 لمنتخب الإنجلند. الجود سيف ذا كوين. تبدا المباراة بسيناريو مميز، نفس سيناريو ماتش تونس. في أول 10 دقائق إنجلترا تلقى روحها رابحة واحد بلاش عن طريق جون ستونز. يضرب الكرة جون ويفتح مداولة التسجيل. 1-0 إنجلترا. ضربة راس مرة أخرى، خطأ في التمركز مرة، وما عندوش خبرة وتقاليد المنافسات الكبرى. ترجع الكرة السهلة الفريق الإنجليزي في خطأ. ورقة صفراء أولى في المباراة، ورقة صفراء أولى في المباراة، أول انذار في ترجع الكرة لفريق بنما خطيرة وفرصة هدف التعادل. السرعة المطلوبة، الانطلاقة خطيرة، وبنما تضغط على سنة منذ خسارتها الودية ضد المنتخب الفرنسي. الفريق الانجليزي والامريكيين يجلبون الفارق. فرصة الثاني هاري كين ويخرج الحارس. ل 2024 هاري كين يسجل ثنائية في الماتش الافتتاحي ليه. موريو كرة لبنما، هدف التعادل يضيع، هدف التعادل يضيع عن طريق اللاعب بارسيناس. إدغار بارسيناس يلعب في فريق نكرة اسمه تاباشولي. يتوقف المباراة فيما إصابة للاعب بنما. الفريق البنمي يؤدي بشكل جيد، فريق بنما لظروف في الوديات بشكل معقول. الحضور في المونديال نتيجة تعتبر لهذا الجيل الذهبي. فوز وحيد للكونكاكاف وضربة جزاء، وضربة جزاء في وقت الحديث عن الصعوبات. بينالتي على رقم 4 سكوبار، ضربة جزاء على سكوبار يزفرها جهاد جريشة مع استغراب من الدفاع البنمي. رقم 4 سكوبار، بينالتي ضده. شاهدوا اللقطة من جديد. هل هناك عملية دفع؟ فممكن دفع من اللاعب سكوبار. هل يستعين جهاد جريشة بالفار أم لا؟ والحارس بينيدو، هاري كين وبينيدو، هاري كين والهدف الثاني. قلت لك اليمين هو المكان المحبذ لتنفيذ ركلاته، وهاري كين يسجل ثالث أهدافه في الدورة. 2-0 إنجلترا رسميا. إنجلترا بلجيكا لدور 16، والفريق التونسي مع البنمي اوت.
2-0 انجلترا. كرة ثابتة لانجلترا، ترجع كرة خطيرة تمشي عن طريق لينغارد وكرة برا. كرة اوت ضربة مرمى ترجع للحارس بينيدو. حارس في الفريق بعد خمسة بلجيكا ستمكننا من صعوبة أخرى في ماتش ثالث للنصور. سنرى المتابعة للمباراة الثالثة. تونس تبحث عن انتصار غايب لها في المونديال. لينغارد يلعب كرة خطيرة، فرصة الهدف الثالث لينغارد والهدف الثالث عالمي. ثالث الأهداف لإنجلترا، لينغارد عالمي. الهدف الثالث من لينغارد، أول هدف ملعوب من إنجلترا من غير كرة ثابتة. كرة حلوة برشا، كرة ممتازة، كرة خشينة دارت مليح بين ثنائي السيتي خرجت إلى ثنائي اليونايتد لعبت، ولينغارد يسجل الهدف الثالث. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، 3 إنجلترا 0 بنما. شوف الهدف كان ممتاز. ستيرلينج، إنجلترا الرباعية تلعب خطيرة، هاري كين والهدف الرابع. الهدف الرابع من جون ستونز، دوبلي للمدافع جون. 4-0. أعتقد الآن أن إنجلترا ستتجاوز بلجيكا بالجول أفريج. اعتقد ان انجلترا ستتجاوز بلجيكا بفارق الاهداف، والتعادل في مباراه القمه سيكون في صالح الانجليز للتصدر المره الاولى منذ 2006 في كاس العالم. الرابع الاهداف للفريق الانجليزي، والثنائيه التاريخيه للاعب مانشستر سيتي جون ستونز. هذه الكره مشات مليح فماش تسلل، يدخل هاري كين.